الكتاب اللي قدامي ده مش كتاب عادي. الكتاب ده بسببه حياتي كلها اتحولت لجحيم. محدش عارف مين اللي كتب الكتاب ده. لما بحثوا على اسم صاحبه استغربوا انه ميت من 45 سنة. ومش كده وبس، كمان ده كمان دور النشر اللي نشر الكتاب أنفت تماما إن ليها علاقة بنشر الكتاب. اهلا بيكم، منورين. قبل ما نبدا، لو انت بتخاف فياريت ما تسمعش القصه دي بالليل وانت قاعد لوحدك. اما بقى اخواتنا اللي مش بيخافوا وقلبهم ميت، فتطفي لي النور كده وتعمل حاجه سخنه علشان تدفيك في الجو اللي احنا فيه، وتحط لي السماعات في ودنك، ويلا بينا نقول بسم الله. الحكاية كلها بدأت لما كنت في يوم بتمشى في شارع وسط البلد، وأثناء ما كنت بتمشى لفت نظري كذا فرشة من الفروشة اللي بتبقى فرشة في الشارع ومحطوط عليها كتب كتير جدا. وأنا بصراحة من عشاق الكتب، وخصوصا يعني الروايات، مع إن ما كانش في نيتي في الوقت ده إن أنا أشتري حاجة أصلا، ولكني بدافع الفضول قربت وقفت قدام الفرشة وقلت أنا هبص بصة، يمكن في حاجة نزلت جديدة بتاع الغلاف بتاعها يشدني فاشتريها أو آخد فكرة على الأقل. المهم وقفت وفضلت أبص كده على كل الكتب اللي محطوطة على الأرض قدامي. نصهم بصراحة كنت أعرفه وقريته قبل كده، والنص التاني كان كتب عادية، وأنا طبعا ما بحبش أقرأ الكتب العادية زي ما قلت، بحب أقرأ في الروايات والقصص. فقلت لأ، مفيش حاجة شدتني بصراحة ولفيت وشي علشان أمشي. ولكن قبل ما اتحرك خطوة واحدة من مكاني سمعت صوت من ورايا بيقول لي انت بتدور على حاجة معينة. فلفيت تاني ولقيت راجل كبير في السن كده، الظاهر ان هو ده صاحب الفرشة بتاعت الكتب. فقلت له لا لا، انا كنت ببص بس وخلاص انا ماشي. فلقيته قال لي طب ثانية بس، أنا في شوية كتب لسه جايين لي من أسبوع، إنما إيه، حاجة لقطة يا تلحقها يا ما تلحقهاش وبسعر مش هتصدقه. فقلت له علشان ما ضيعش بس وقتك ووقتي، كده كده أنا مش في نيتي إن أشتري، ولكن أنتوا عارفين بقى جو البياعين. قال لي طب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بص عليهم وبعدين ابقى احكم. الراجل نزل على الأرض كده جنب الفرشة وفتح شنطة وبدأ إن هو يطلع منها كذا كتاب ويحطهم على الكتب اللي كانت محطوطة على الأرض. فضلت أبص فيهم، كان في منهم اللي كنت أعرفه ومنهم اللي كانت أول مرة أشوفه، بس لفت نظري إن في كتاب في وسطهم شكله كان غريب كده. الواضح من الغلاف بتاعه إنه كتاب رعب. الغلاف بصراحة كان يشد أي حد، كان فيه غموض كده. فمسكته وأول حاجة عملتها إني قريت العنوان بتاعه واللي كان مكتوب لعبة الموت الأخيرة. مسكته، ولأنه ما كانش متغلف ولا حاجة فبدأت إن أنا أفتحه وأتفحص الكلام اللي فيه علشان أشوف الطبعة والحاجات دي، لأن أهم حاجة في قراية الكتب هي الطبعة، الكلام كويس وواضح ولا لأ. واندهشت لما لقيت الكتاب الخط بتاعه جميل جدا. فبصيت على ظهر الكتاب علشان أقرأ الفكرة اللي هو بيتكلم فيها، ولكني ما لقيتش أي حاجة في ظهره. كان في بس اسم الكتاب واسم الكاتب اللي هو حماد مصطفى كساب. فبصراحة عجبني صورة الغلاف والرسومات اللي كانت فيه والاسم كمان اللي هو لعبة الموت الأخيرة. فتحس كده إن القصة اللي جواه هتبقى رعب على غموض على جريمة، يعني ميكس خطير. فقلت للراجل خلاص تمام، أنا هاخد ده تمنه كام؟ قال لي تمنه كذا. رحت مطلع الفلوس واديتها له وخدت الكتاب وخدت بعضي ومشيت. فضلت ألف شوية في شارع وسط البلد وبعدها ركبت عربية وطلعت على بيتي. طبعا اليوم ده كان يوم أجازتي، فعلشان كده كنت بحاول إن أنا أفك عن نفسي شوية وأعمل كل اللي أنا ما كنتش عارف أعمله طول الأسبوع اللي ببقى فيه في الشغل. ولما رجعت على البيت فضلت قاعد شوية بعمل أي حاجة، أتفرج على التلفزيون، أمسك الموبايل أقلب في الريلز شوية، لحد ما حانت ساعة القراية.
دخلت الأوضة بتاعتي وقفلت الباب ورحت مضلم الأوضة كلها، ورحت مشغل إضاءة حمراء خفيفة كده علشان يبقى فيه جو غموض وأدخل في النوم. ومسكت الموبايل بتاعي وشغلت ميوزك هادية وفيها غموض، وبكده أكون جاهز. الساعة وقتها كانت تقريبا زي دلوقتي كده 3 الفجر. مسكت الكتاب وفتحت أول صفحة بس لقيتها فاضية، فقلبت في الصفحة اللي بعدها فاضية، اللي بعدها فاضية، لحد ما وصلت للصفحة رقم 7، واللي كانت بداية الكلام. كان مكتوب في الصفحة دي اسم واحد اسمه أحمد عبد الناصر، وتحت الاسم بتاع أحمد عبد الناصر كان فيه كلام بخط أرفع شوية، والكلام كان باللهجة العربية الفصحى، وكان بيديك نبذة عن اللي انت داخله في الكتاب. وزي ما كنت متوقع الكتاب رعب وغموض. فضلت أقرأ من الصفحة رقم 7 لحد ما وصلت للرقم 27. يعني أنا كده قريت 20 صفحة. طبعا ده كان رقم قليل بالنسبة لي لأن أنا بحب القراية، وكتاب زي ده ما كانش صعب عليا يعني إن أنا أخلصه في يوم. ولكن اللي فهمته في ال20 صفحة اللي فاتوا دول حاجة غريبة. ال20 صفحة دول كانوا بيحكوا تجربة مرعبة حصلت للشخص المذكور في القصة، واللي هو اسمه أحمد عبد الناصر. إن هو لقى كتاب مرمي في الشارع وخده، وبعد ما خده بدأت تحصل له حاجات غريبة كده ويشوف كائنات مرعبة، وكان بيمشي وهو نايم ويروح أماكن غريبة زي المقابر. ولما كان بيصحى ما كانش بيفتكر أي حاجة، وبيلاقي نفسه في أماكن هو مش عارف هو راحها إمتى وإزاي، لحد ما في الآخر لقوه دابح نفسه في شقته. وقبل ما يذبح نفسه كان كاتب في آخر صفحة في الكتاب اللي أنا اشتريته: أنا خلاص مش قادر أكمل، كده كده الكتاب مش هيسيبني في حالي. على الأقل دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أختارها، واللي هيكمل بعد مني مش هيلاقي مهرب، فهيعمل نفس اللي أنا هعمله. أشوف وشكم بخير. وبعد الصفحة دي كان في 5 صفحات فاضيين، وبعد ال5 صفحات كان في اسم تاني. من الواضح إن الكتاب ده كان بيحكي عن تجارب مرعبة حصلت لأشخاص قتلوا نفسهم. بصراحة ما حسيتش بغموض قوي أو بمتعة، فقفلت الكتاب وقررت إني هنام. وأنا نايم كنت شامم ريحة غريبة، ريحة حاجة بتسيح. كنت حاسس برضو بحاجة كاتمة على نفسي، مش قادر أتنفس. ففتحت عيني بالعافية وقمت من مكاني، واستغربت من اللي أنا شايفه. أول ما فتحت عيني أنا مش على سريري، أنا نايم على الأرض في المقابر. كنت فاكر إن أنا بحلم، ولكن لأ، مستحيل يكون حلم. أيوة أنا شايف المقابر قدامي. الدنيا كانت ضلمة كحل. بصيت في الساعة اللي أنا كنت لابسها واكتشفت إن الساعة 4 و3 دقايق. ما كنتش عارف أعمل إيه. فضلت ماشي وانا لوحدي ومستني في اي لحظه ان انا افوق من الكابوس اللي انا فيه، ولكن ده ما كانش بيحصل. فعلشان كده فضلت مكمل. المقابر اللي انا كنت فيها انا كنت عارفها، دي كانت قريبه من المكان اللي انا ساكن فيه. فعلشان كده فضلت ماشي لحد ما وصلت قدام البوابه بتاعه المقابر. قربت منها، ولكن قبل ما اخرج سمعت صوت حاجه ورايا. طبعا كنت خايف الف واشوف ايه اللي واقف ورا، ولكن كنت حاسس بهوا في قفايا، كأن في حد واقف ورايا وبيتنفس. وغصب عني لفيت. كان واقف قدامي شخص معرفوش، بني ادم مش عفريت ولا حاجه، بس شكله كان غريب، متضايق كده، ووشه عليه حزن الدنيا كلها. طبعا فضلت ساكت، اصل هقول له انت مين ولا بتعمل ايه هنا؟ انا اللي مين اصلا وبعمل ايه هنا؟ وفي الحقيقه هو اللي بدأ الكلام. لقيته قرب مني بخطوات بطيئه وقال لي بصوت تخين كده، صوت مش ممكن يخرج من شاب زي ده: الكتاب مش هيسيبك في حالك. اوعى تفتكر انك لقيته بالصدفه، هو اللي بيختار هو عايز مين. بس انا مش هقدر اكمل. يمكن غيري يكمل شويه عني، ولكن في النهايه هيعمل نفس اللي انا هعمله. ولقيته راح مطلع سكينه من جيبه
وحطها على رقبته، وقبل ما يشد السكينة قال لي: عاوز تعرف أنا مين؟ أنا أحمد عبد الناصر. وبعدها راح شادد السكينة ووقع على الأرض، ومع وقعته كنت وقعت أنا كمان وفقدت الوعي. ولما فقت، فقت على صوت أصوات كتير بتتكلم حواليا، فقمت من مكاني وبصيت. النهار كان طلع وكان في ناس كتير واقفة حواليا، اللي عمال يدلق على وشي مية، اللي بيحاول يقومني. مش فاهم حاجة، ولكن لما بصيت حواليا كده عرفت اللي فيها. أنا لسه في المقابر، ولكن من الواضح إن الصبح طلع عليا. الناس سندتني وقمت، وطبعا كله كان عمال يسأل: مالك يا ابني؟ إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي حصل لك؟ ولكن ما كانش عندي رد أقول. هرد أقول إيه؟ فخدت بعضي وطلعت طيران على البيت. ما كنتش ما كنتش مصدق اللي حصل. معقولة؟ معقولة نفس اللي حصل للشخص اللي اسمه أحمد عبد الناصر، واللي أنا قريتهم في ال20 صفحة اللي في الكتاب الزفت اللي أنا لقيته، معقولة يكون بيحصل لي أنا كمان؟ لا لا، مستحيل. بس مستحيل إزاي؟ أمال أنا إيه اللي وداني المقابر؟ المهم أول ما دخلت البيت جريت بسرعة وفضلت أدور على الكتاب لحد ما لقيته. خدته ونزلت بيه من البيت ورحت رميه في باسكت الزبالة، ورجعت تاني على البيت ولا كأن حاجة حصلت، أو ده اللي أنا كان نفسي فيه، يعني إن أعتبر إن كل اللي فات ده كنت بحلم وخلاص. طبعا اليوم ده ما رحتش الشغل وقضيته كله نوم. ولما صحيت برضو كان زي دلوقتي الساعة 3:30 بالليل، بس المرة دي صحيت على صوت حاجة بره الأوضة اللي أنا نايم فيها. وبصراحة أول ما فتحت عيني كده ولقيت نفسي في الأوضة بتاعتي قلت بس يبقى كده كله تمام، مش مهم بقى إيه اللي يحصل. المهم إن أنا مش في المقابر، واللي حصل لي ما حصليش تاني أهو. يمكن اللي بيخروش بره، أو الصوت اللي جاي من بره ده صوت أي حاجة، فار، عرسة، قطة، أي حاجة. فقمت من مكاني وفتحت باب الأوضة وخرجت على بره. بس أول ما خرجت لقيت الدنيا ضلمة كحل. هو النور قاطع. دخلت تاني على الأوضة ودوست على الكوبس بتاع الكهرباء، نور الأوضة اشتغل. طب ازاي؟ فضلت ادور على الموبايل بتاعي بس ما لقيتوش. مش عارف ما لقيتوش ازاي وقتها، وانا متعود دايما قبل ما بنام بحط الموبايل جنب دماغي على السرير. طب وبعدين؟ رحت مسمي الله وطالع من الأوضة. كل اللي أنا كنت عايزه إن أوصل للأوضة التانية علشان أنور النور بتاعها. فضلت أحسس وكنت عارف أنا ماشي إزاي. أكيد يعني أي واحد حافظ بيته، فأي حاجة كنت بلمسها كنت ببقى عارف دي إيه. دي التلاجة، دي الحيطة. وفضلت هكذا لحد ما وصلت للأوضة اللي أنا قاصدها. وأول ما دخلت الأوضة فضلت كده حاسس لحد ما لمست الزرار بتاع الكرسي. دوست عليه ولقيت النور اشتغل، ولكن يا ريته ما اشتغل. اول ما النور اشتغل لقيت واحد قاعد على السرير وباصص لي. كان راجل كبير في السن، وكنت فاكر ان انا شفته قبل كده، بس فين مش فاكر. قال لي: ها، مبسوط باول تجربه؟ فقلت له وانا بترعش: تجربه ايه؟ انت مين ودخلت هنا ازاي؟ قال لي: انت لسه بتسأل؟ لسه مش فاهم يعني؟ اوعى تفتكر ان الكتاب جالك بالصدفه كده. الكتاب ده ما بيروحش إلا للي بيختار. وواضح جدا إن أنت فيك حاجة مميزة، والحاجة دي هتخليك تكمل تجارب كتير، مش هتموت من أول تجربة. أنت كده أنهيت التجربة الأولى اللي هي تجربة أحمد عبد الناصر، ولسه بقى في تجارب تانية كتير في الكتاب وحكاوي كتير. المهم إنك ما توصلش لنفس نهايته، وهي الموت. بعد ما قال لي كده لقيت النور طفى واشتغل تاني، ولما اشتغل كان اختفى. وفي اللحظة دي افتكرت الراجل ده مين، وافتكرت انا شفته فين. ده الراجل صاحب الفرشة اللي باع لي الكتاب. جريت بسرعة على باب الشقة وفتحته ونزلت حتى من غير ما اغير هدومي ولا اخد معايا فلوس ولا موبايل ولا اي حاجة. ومن حسن حظي ان اول ما نزلت لقيت واحد صاحبي كان قاعد تحت البيت وكان معاه الموتوسيكل بتاعه. فركبت معاه وقلت له هيوديني وسط البلد دلوقتي. طبعا كان بيحاول يفهم مني في ايه ومالك نازل بالشكل ده ليه وبتاع.
ولكني قلت له لما نوصل بس هتعرف كل حاجة. ركبت وراه وطلعنا على شارع وسط البلد، وتحديدا للمكان اللي أنا جبت منه الكتاب، ولكن مفيش فرشة مفروشة ولا حاجة. الراجل مش فارش النهاردة. نزلت من على المكنة ودخلت على الكشك اللي كان موجود قدام الفرشة. كان موجود راجل كبير في السن كده، فقلت له يا حاج هو فين صاحب الفرشة اللي كان واقف هنا؟ فالراجل بص بره كده وقال لي صاحب فرشة ايه يا ابني؟ قلت له صاحب فرشة الكتب، كان في واحد قاعد هنا وفارش فرشة كده في الأرض وعليها كتب كتير، هو فين؟ الراجل رجع دماغه لورا كده وكأنه يعني بيفتكر حاجة، وبعدها قال لي ده عمك كساب. ده ده الراجل ده كان بيفرش الفرشة اللي انت بتقول عليها دي من حوالي 32 او 33 سنة. فقلت له ماشي بيفرشها، مش مهم بيفرشها من امتى، المهم هو فين. فلقيته قال لي يا ابن عم الكساب ده مات بقاله 28 سنة. طبعا الخبر نزل عليا زي الصدمة. المهم طلعت على البيت وانا مش فاهم اي حاجة ولا عارف اعمل ايه. والصدمة ان اول ما دخلت الأوضة لقيت الكتاب قدامي. قربت منه وكنت حاسس ان في نور طالع منه، ومرة واحدة لقيته اتفتح لوحده كأن حد بيقلب فيه، لحد ما وقف عند صفحة معينة. مسكته وكان مكتوب: على كل من يحمل هذا الكتاب سوف تحل عليك لعنتي. بمجرد أن لمست يديك هذا الكتاب وذكر اسمك به لن يكون لك سيطرة، ولا يوجد مخرج من لعنتي سوى بطريقة واحدة، وهي الموت لكل من حمل هذا الكتاب. المهم لو انت بقى وصلت لحد هنا فاعرف ان انت من الناس المميزين جدا عندي، وبما انك برضو وصلت لحد هنا فده معناه ان القصة عجبتك. بص انا مش هقول لك بقى اشترك في القناة واعمل لايك والكلام ده كله، لان انت ممكن تعمل كل ده لو القصة عجبتك.